عائله كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى هاد الفيديو يلقاكم في تمام الصحه يا ربي. كنقول لكم عواشركم مبروكه كي دوزتوا ليله 27. نتمنى تكونوا دوزتوها في احسن الاحوال، ونتمنى ان شاء الله يدوز حتى العيد بخير وعلى خير بالهنا وراحه البال امه محمد كامله ان شاء الله، وتحيد علينا هذا البلاء باش نرجعوا لحياتنا الطبيعيه. صراحه توحشتنا الحياه الطبيعيه بلا مرض بلا خوف بلا حتى شي حاجه. المهم لا فيديو ديال اليوم شي حاجه نقول لكم طب ديال الطب، حليوه واعره واقتصاديه لواحد الدرجه راه ما نوصفهاش ليكم. راه اكثر من هذا الاقتصاد راه كونوا اكيد راه ما كاينش. المهم صابلي بريستيج 5 ديال الشكال 140 حبه. عرفتوا شحال؟ 140 حبه البنات، 125 غرام ديال الزبده، 125 غرام وبيضه وحده لا غير عطاتني 140 حبه. عرفتي حسبتها حبه كان هكا كندير الشوكولات وكنحسب شي حاجه روعه كيجي ناجح 100%. كوني اكيده اي وحده ما كينجحش لها الصابلي غير تجرب هاد الصابلي اكيد غادي ينجح لك، غادي يبقى على الفورمه ديالو، ما غادي يخسر ما حتى شي حاجه، ما كيتهرش، كيبقى فورمه اللي زوينه. انك بغيتو تلصقوا وحده على وحده، بغيتو تخليو غير وحده وديروها رقيقه ما كتهرش. ها نتوما شوفوا درت 5 ديال الشكال. ها نتوما شوفوا السمك ديال هذا، انا ما كيعجبنيش هكا صابلي غليظ بزاف. ها نتوما هذا الشكل الاول، ودرت هذا هو الثاني. شوفوا لي البنات هذا زوقته هكا بالبافو، وهذا 5 ديال الشكال. كل شكل تبارك الله كميه ليا معقوله اللي غادي ندير منها هكا واحد 2 بلاطويات ولا حتى 3 بلاطويات نعطيو الناس اللي عزاز عليا ونخلي بلاطو لي انا علاش لا. المهم واعر قبل ما تكمل لا فيديو، قبل ما ندخلوا نوريكم المقادير والطريقه ديال التحضير، ما تنساوش خصكم اللايك بارطاج هكا مع الحباب والاصدقاء، واللي باقي ما تابوناش يتابوناو ويفعل الجرس. المهم دابا يلا نمشيو نوريكم الطريقه والمقادير اللي بساط بزاف. غنبداو بسم الله على بركه الله. المقادير هما الاولين اللي واحد المقادير اللي بساط بزاف وغادي تكونوا متوفرين في كل بيت. عندي نص باكيه ديال الزبده ما يعادل 125 غرام، عندي كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر كلاصي اي سكر ناعم، عندي بيضه كامله، وعندي هنا النكهه ديال الناطا هي باش غادي هكا نكه صابلي. صراحه تقدروا ديروا اي نكهه بغيتو، كراميل حامض اللي بغيتو، غير هكا النكهه ديال الناطا راه كتجي واعره. المهم انا كتعجبني عندي كتفكرني في الطفوله، عندي مع هذه كريز بزاف والله العظيم. المهم هذه راه ما غاليش بزاف، هذه ب5 دراهم. صراحه انا هذه بوحديتها اللي خديتها من الزنقه، غالبا الزبده كتكون عندي للدار. دابا غادي الزبده غادي نحكها باش نسهل عليا منين بغيت نمعكها مع السكر تجيني ساهله. صافي هنا حكيتها. الصراحه الطريقه ديال الحكام كتجيني ساهله هكا كالبارد، ما خرجتهاش من الثلاجه بكري، كتجي ساهله. غادي نزيد عليها كاس ديال السكر كلاصي وغادي نمعكها مزيان هكا بالكف ديالي حتى يدخل هذاك السكر في الزبده، ونحصل على كريم. عاد نزيد عليه الزيت. صافي هنا غير كينسجم ليا الزيت مع الزبده كيولي بحال البوماط. غادي نزيد بيضه كامله، حاولت تغمر معكم مزيان ديك البيضه مع الزبده والزيت حتى ما تبقاش تبان، حصل على بوماض وحده. عاد غادي نزيد هكا النكهه ونبدا نزيد في الدقيق. صافي دابا غادي ندير معلقه ديال النكهه ديال الناطا، ها نص، صافي معلقه. وغادي نبدا نزيد في الدقيق. تقريبا راه كيهز 500 غرام، يقدر 500 وشويه 500 قل شوي 500 وشويه. تشوف واحد الريحه ديال الناطا طالعه شنو روعه. غنبدا كنزيد الدقيق غير شويه بشويه
حيت واخا قلت لكم هكا نص كيلو يقدر ما يهش لكم نص كيلو كامل، ولا يزيد لكم نص كيلو وشويه على حسب البيضه واش كبيره ولا صغيره، وعلى حسب الكاس ديال الزيت. كاين اللي كيدوي عامر بزاف، يعني كتبقى على حسب بالنسبه للكاس. انا راه ديما كنعبر هكا بكاس ديال العنبه. المهم غنبقى نزيد في الدقيق حتى نحصل على العجينه اللي بغيت، ما تكونش قاصحه وما تكونش كتلصق في اليدين. صافي هنا جمعتو، هز ليا 500 غرام بالضبط، كانت عندي 533 غرام ديال الدقيق، هز ليا 500 غرام بالضبط. ها نتوما كيفاش كيجي. صافي دابا غادي نديرو هكا في بلاستيكه وغادي ندخلو للثلاجه يرتاح. ما نقدرش نقول لكم صراحه شحال الوقت كندخلو للثلاجه، المهم نص ساعه على حسب وقت اللي ساليت. غادي دابا ندوب الشوكولا نديرهم هكا هنا. كيف غادي نسالي الشوكولات نحيدو من المولات ديالو، كان عندي الشوكولات موجود، تكون العجينه ارتاحت مزيان. صافي غادي نبدا خدامه بها. ضروري البنات يرتاح شويه في الثلاجه. صافي صايبت هنا الشوكولات، درت هاد الشكل ديال التاج، درت هذا ديال بابيو وهذا. المهم درت انا غير هادو 3 ووحدين اخرين غادي نديرهم هكا بلا هاد اللعيبات على حساب الناس اللي ما عندهمش، حيت ماشي كلشي كيتوفر عنده هادو. صافي مني ساليت الشوكولات هكا، جبت العجينه من الثلاجه، غادي نبدا كنشكل فيها. غادي نحاول كل شكل ندير منه 20 حبه. عرفتي غادي نخدم بالحبه. صافي غادي نقسمها نخدم بين 2 بلاستيكات. كما قلت لكم غادي نسرحوا وسط 2 بلاستيكات. من الاحسن كيجينا هكا ساهل، كنهزوه حتى في اللزه كيجيني ساهل بلا ما كنبقى نزيد في الدقيق. غادي نسرحوا ما يكونش غليظ بزاف وما يكونش رقيق بزاف، حيت ما غاديش نخدم هكا وحده على وحده. غندير ليه بحال هكا على حساب هذا السمك. انا غادي نوريكم. المهم غادي نسرح العجينه ديال الصابلي عادي، غير ما تكونش رقيقه بزاف. صافي غادي نبدا كنشكل كما قلت لكم من هذا الدير. غادي ندير هكا شي 40، حيت غادي ندير منه 2 الاشكال، واحد بالشوكولا كحله وواحد بالشوكولا بيضاء. صافي غادي نبقى بحال هكا. غنوريكم السمك كما قلت لكم، ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش غليظ بزاف، بحال هكا. صافي غادي نبقى حتى نسالي هذا الشكل وندوزو للشكل الثاني. غادي ندير دابا الشكل الثاني حتى هو نفس الطريقه. سرحت العجينه ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه، حيت ما غاديش نلصق. غادي نخدم بهذا هو اللي غادي ندير فيه البابيو. صافي غادي نمشي بنفس الطريقه حتى هو. من الاحسن فاش نكونوا هكا كنصايبوا في الصابلي نقسموا العجينه على شحال من حبه بغينا، باش يجيونا كلشي قد ونديروا هكا الشكل اللي بغينا، يعني نخرجوا عدد ديال الصابلي اللي حنا باغيين. صافي غادي نبدا كندير. ديجا درت لاطه الاولى في الفران باش كملت 40. ها هما درتهم هنا، هاد الداير درت منه 40 وهذا غادي ندير منه 20. غير هي اهم حاجه هي ان البوطه هكا ديال الفران نقصوها بزاف، يعني نطيبوا على نار اللي هي مهيله. صافي غنمشي بهاد الطريقه حتى نسالي. كنسرح العجينه بنفس الطريقه في الصابلي كامل اللي غادي ندير، حيت حتى واحد ما غادي نلصقو. صافي هذا الشكل غادي نخدم بهذا. صراحه كيجي هكا فني ولا نوري لكم. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي. صافي مابقاش لي بزاف، بقى لي هذا وغادي نزيد شكل اخر. صافي راه كنطيب فيه وغادي ندوز باش هكا غادي نبدا كنلصق في الشوكولات. صافي ساليت هذه هي اللاطه الاخرى. بقات لي هكا العجينه، كنت درت 20 حبه من كل شكل. من بعد العجينه اللي بقات لي شكلت كل شكل، عاود تخرجت منه هكا تقريبا غادي يجيني 30 حبه من كل شكل. وهنا درت 5 ديال الاشكال،
يعني بنص رابعه راه كيخرج كميه اللي هي معقوله. ها نتوما الصابلي من بعد ما طاب جا كامل لون واحد، ما خسر ما حتى شي حاجه، ما تكمش ما والو. ها نتوما كيبقى نفس الفورمه اللي كنديرو ليه، كيبقى على يعني نفس الشكل. ديك 125 غرام ديال الزبده عطاتني 140 حبه. هانتوما شوف صافي. دابا غادي ندير هكا واحد التعليكه باش غادي نلصق. اللي كتبقى اختياري انا هنا غادي ندير الكليكوز والناباج، تقدروا ديروا غير العسل. انا مره ما جوج صراحه كندير غير هكا غير العسل. غادي ندير 2 معالق ديال الكليكوز ومعلقه ديال الناباج. حاولوا فاش تبغوا تحيدوا الكليكوز دهنوا هكا المعلقه بالماء وايديكم بالماء باش تجيكم سهله. كما 2 معالق ديال الكليكوز، معلقه ديال الناباج، وغادي ندير النكهه ديال الناطا باش هكا الصابلي بناطا والتعليكه بناطا راه كتجي شي حاجه اللي واو. اكيد اللي ما عندوش مع ناطا يقدر يدير كراميل اللي بغيتو، اي نكهه بغيتو. صافي غادي نسخنها صافي وغادي نبدا كنلصق في الصابلي. بديت بهذا الشكل هو الاول ديال بابيو هكا صغيور كيجي فنيون. هذا التعليكه اللي صايبت ديال الناباج والكليكوز غادي ندهنها عليها كامله صافي. وغادي ندير البابيو. هنا عندي شويه ديال الكاوكاو محمر ومهرمش صافي. وها هي موجوده صراحه كتجي غزاله، عجباتني هذه كتجي فنه. صافي دابا غنمشي بهذه الطريقه حتى نسالي هذا الشكل وندوز لشكل اخر. دابا غادي نديرو الشكل الثاني. شوفوا لي كيفاش داير. هانتوما اللي تقدروا ديروا العكس ديال الشكلاط. انا درت لك حل اللي بغى يدير الابيض يدير الابيض. غادي نخدموا دابا الصابلي اللي داير تقريبا راه نفس الطريقه ديال الصابلي كامل. كنديروا الناباج والكليكوز اللي تقدروا تعوضوا بالعسل. كنديروا الشوكولات، شويه ديال الكاوكاو كونكاسي. الا ما بغيتوش ديروا هكا كاوكاو ما ديروش صافي. وغادي ندير هكا الفواكه من الفوق. هانتوما الفواكه ديجا دايره معاهم حتى هما شويه ديال الكاوكاو. شوفوا كيفاش كتجي صافي. نفس الطريقه غادي ندير بها الصابلي كامل، ماشي كامل غير هاد الداير هكا حتى نسالي الشوكولات. فلي هذا كيجي واعر. دابا غادي نصايبو هذا بنفس التعليكه اللي درت ديال الناباج والكليكوز. غادي نديرو الشوكولات وغادي ندير كاوكاو ولا ديروا اللوز اللي بغيتو، غير هرمشوه مزيان باش يجيكم زوين. هانتوما شوفوا بالنسبه للكاوكاو هانتوما شحال مهرمشه رقيق، ماشي رقيق بزاف حتى تنين، ولكن ما كيبقاش هكا غليظ. غنمشي بهذه الطريقه حتى نسالي هذا الشكل. ما بقاش ليا بزاف، بقى ليا غير هاد الداير اللي غادي ندير نص شوكولاط بيض ونص كاوكاو. وهذا ما غندير فيه لا شوكولاط لا حتى شي حاجه، غادي غير ندير فيه هكا كاوكاو وندير فيه خطوط ديال الشوكولاط. ما نديرش فيه زعما طبعه ديال الشوكولاط، غادي ندير غير خطوط صافي. دابا غادي نبدا في هذا الشكل. ما غاديش نلصق عليه هذوك الاشكال ديال الشوكولاط، غادي ندهنو غير بالعسل. ما غاديش ندير هاد المره الناباج والكليكوز، غندهنهم كاملين باش هكا يجيوني ساهلين. الا بقيت وحده بوحده راه كيعطلوا صافي. حتى ندهنهم عاد غادي ندوزهم هكا في كاوكاو اللي مهرمش، عاد ندير عليهم خطوط ديال الشوكولا من الفوق. دابا غادي نبدا في الصابلي اللي قلت لكم غادي نديرو هكا بالشوكولاط بيض. احسن طريقه ديروا بها الشوكولاط بيض هو هكا في الكاس، كيجي ساهل. انا نوريكم. هانتوما درت هذا، بغيت ندير لهادي شويه ديال البافو. دوبت الشوكولاط في الكاس باش يجيني ساهل وعملي.
وهذا دهنته بالنص، دهنته بالعسل ودرت ليه الكاوكاو، نفس الكاوكاو باش درت الصابلي كامل صافي. وغادي نغطسو هكا في الشوكولات بيض. غادي نحطو حتى كندير 2 3 عاد كندير لهم البافو ما بين ما هكا الشوكولات كيشد راسو واحد شويه باش فاش نحط البافو ما يهبطش يتدرج لي يهبط هكا في الشوكولات صافي. انا درت هنا 3 كندير شويه غير شويه ديال البافو صافي. وغادي نمشي بهذه الطريقه حتى نسالي. هانتوما يا اختي على الصابلي من نسالي كيفاش جا بلاطو شهوه منه صراحه. شهيتو لكم العائله كاملين. هانتوما شوفوا جا غزال بزاف كما شفتوا. مقادير اللي بساط غادي يكونوا تقاموا عليا تقريبا هاد الحلوه تكون تقامت عليا بشي 30 درهم. ما حسبتهاش معكم حيت شي حوايج كانوا عندي بالدار. خديت غير الناطه ب5 دراهم و5 دراهم ديال الشوكولاط بيض و5 دراهم ديال الشوكولاط كحل وهما اللي خديت من برا. الشيء الاخر كلشي كان عندي في الدار. يعني راه كيتقام قل من 30 درهم كيلو حليله 140 حبه البنات. نتوما صايبت هكا 2 بلاطويات واحد ليك واحد اللي عزيز عليك. وباقا عندي الحلوه نتوما باقي عندي هاد الطبسي ديال درت فيه كاع الشوكولاط الكحل وباقي عندي هنا. يعني راه كيخرج كميه اللي هي معقوله. وكما قلت لكم في الاول البنات اللي ما كيصدقش ليها الصابلي اللي عندها مشكل مع الصابلي وكثر التعقيدات ودير البودره ديال اللوز ودير هذا ودير كليكوز في العجينه ابسط ما كاين. 125 غرام ديال الزبده بيضاء كاس ديال الزيت كاس ديال السكر صافي ناطا. ها هو عندكم صابلي موجود كيصدق. بغيتو ديروا وحده على وحده غديروها ما بغيتوش ديروها كما درت انا. راه درت غير وحده ما لصقتش. هانتوما وراه كيجي غزال بزاف وكيصدق. كنتمنى تجربوه ويولي حتى نتوما معتمد عندكم كما ولا انا. هذا هو الصابلي المعتمد عندي. وماشي ضروري ان الكميه قليله وماشي ضروري اننا نديروه غير في هكا في العيد. كاينين مناسبات صغار جايين عندك الضياف عزاز. حنا المغاربه راه ضروري ما يجي عندنا شي حد ونحطوا الحلوه. انا بعدا ماما ضروري نهضر ما تقولي راه جايين عندي وما عنديش الحلوه ما بقاش عندي الحلوه. المهم ضروري ما يكونوا عندنا هكا. المهم نتمنى يعجبكم لا فيديو ديال اليوم. نتمنى يعجبكم الصابلي اللي صايب كما قلت لكم. كنتمنى والله العظيم اللي ما كيصدقش ليا الصابلي غير تجربوا على ضمانتي. والله العظيم حتى غادي يصدق لكم. كنحلف انا صايمه حيت متاكده غادي يصدق لكم. كنقول لكم الا كملتوا لا فيديو حتى لهاد الساعه كما ديروا خصكم واحد لايك واحد بارطاج علاش لا. واللي مازال ما تابوناش وكيتفرج هبط تابونا وفعل الجرس باش يبقى يوصلك الجديد ديالي. وكنقول لكم شكرا لكم لتتمه الفيديو. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.